ديون. على أي حال، حتى ولو سمح للعراق أو أطفئت من هذه الديون أو شطبت من هذه الديون حوالي 50 أو 60%، فإن هناك حجما كبيرا من الديون سيبقى في ذمة العراق. هذا بخصوص الديون الأجنبية. وهناك أيضا تعويضات الحرب على العراق أن يدفعها. لقد بلغت الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة إلى لجنة التعويضات حوالي 350 مليار دولار، ولكن لجنة التعويضات لم توافق على جميع هذه الطلبات، وإنما وافقت على حوالي 18% من هذه الطلبات. أصبح مجموع ما يجب على العراق تعويضه حوالي 63 مليار دولار. دفعت منها حوالي 18 مليار دولار، والباقي حوالي 45 مليار دولار. لابد هنا أن أذكر يا ريت بسرعة لو سمحت دكتور. أغلب التعويضات ذهبت إلى الكويت، أي حوالي 60% من تعويضات الحرب قد خصصت إلى الكويت. نعم. اسمح لي أن أنتقل إلى السيد فخري ربما بسرعة في الدقائق الباقية. سيد فخري، أنتقل إلى ربما بعدين آخرين فيما يتعلق في أبعاد الأموال العراقية المفقودة والأموال التي اختفت. هل صحيح أن ما يقال بأن قضية أحمد الجلبي لها علاقة بقضية استعادة الأموال العراقية المنهوبة؟ هل لها بعد بأي شكل أبعاد؟ لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال، لأنني لا أعرف شيء لا عن أحمد الجلبي ولا عن قضيته ولا عن الملابسات المتعلقة بهذا الأمر، حتى فيما يتعلق بالتعليقات الصحفية التي صدرت حول هذا الموضوع. يعني هنالك حديث كثير. أنا أعتقد أن هذه الأحاديث يا عزيزي أن هذه الأحاديث تطمس القضية الأساسية التي يعنى بها العراقي اليوم. أنت ذكرت عن الأموال الموجودة، وأنت ذكرت عن قضية تبديد هذه الأموال وأين هذه الأموال وإلى آخره. هنالك سئلت في البي بي سي في برنامج من البرامج ما هو رأيك، يعني هل هنالك ظاهرات فساد؟ قلت والحمد لله لدينا ظاهرات من الفساد يمكن أن تفيض على البلدان الأخرى. ليس لدينا الفساد الذي خلفه صدام حسين والذي جاء به الاحتلال، وإنما فساد كل البلدان الشقيقة والصديقة التي جاءت إلى العراق بعد سقوط صدام حسين. وبالتالي لدينا يعني فساد مركب. أن نتحدث عن ظاهرة من الظاهرات. إذن في ظل هذا الفساد المركب وفي ظل الوجود الأمريكي الذي يخفي مصير الأموال العراقية، هل تقول بأن العراقيون سيرون هذه الأموال في يوم من الأيام؟ أنا أعتقد يجب أن يروا، واسمح لي يجب أن يروا، يجب أن يروا، وأنا أعتقد سيروا، لأن الإرادة العراقية في النهاية ستنتصر. هذا ليس شعار، وإنما حينما يستقر الوضع ولو بالحدود الدنيا، أنا أعتقد هنالك أصوات سوف ترتفع. أولا اسمح لي أن أقول من هذا المنبر أن الأشقاء الذين يطالبوننا بالديون مع كامل احترامنا لمعاناتهم، أنا أعتقد أن هذا عيب. نحن لم نأخذ هذه الأموال منهم، هم أعطوها لنظام صدام حسين طواعية لدعم سياسته ونهجه التي أبادت الشعب العراقي ودمرت ثرواته. فعليهم أن يعتذروا للشعب العراقي عن دعمهم لصدام حسين بالمال وبالسلاح. وهذه الأموال ذهبت أساسا لشراء السلاح لقمع العراق، لقمع الشعب العراقي، وللاجتياز الحدود فيما بعد في حروب صدام حسين. وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة العراقية اليوم يجب أن لا تذهب لكي يعني تتوسل من الدول الأخرى لكي تعفيها من الديون. يجب أن تقدم مطالعة متكاملة إلى الأمم المتحدة، وأن تقول أن هذه الأموال أعطيت لنظام صدام حسين والشعب العراقي غير مسؤول عن هذا. مرة أخرى يبدو أن الوقت داهمنا كما يداهمنا في كل ليلة. لذلك في نهاية البعد الآخر لا يسعني إلا أن أشكر كلا من ضيفينا من لندن، الدكتور محمد علي الزيني خبير الاقتصاد والطاقة في مركز دراسات الطاقة العالمية، وأرجو أن تقبل الاعتذار الشخصي واعتذارنا في CNBC عربية حول المشاكل التقنية التي ربما أعاقتك قليلا. وهنا في استديوهاتنا في CNBC عربية السيد فخري كريم رئيس تحرير جريدة المدى العراقية.
غدا في البعد الآخر، المرأة نصف المجتمع، لكن ما الذي يحدث إذا كان نصف هذا المجتمع يدير أعمالا؟ سيدات الأعمال العرب تحت المجهر، ما هي المعوقات وهل ينظر إليهن بنفس مستوى رجال الأعمال العرب؟ وما حجم أموالهن الغير مستثمرة؟ حتى ذلك الحين يمكنكم إرسال تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر البريد الإلكتروني التالي dimension@cnbcarabia.com dimension@cnbcarabia.com. شكرا لمتابعتكم.